السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المواطن حسين علي كاظم من محافظة بابل ناحية اسكندرية. جيت أطلع بطاقة وطنية من دائرة بابل، من نفوس بابل. أول ما دق اسمي بالحاسبة كان يقول لي أنت مو اسمك حسين، أنت اسمك معن بالنفوس. قلت له شلون اسمي معن وأنا هاي أولياتي كلها طالعة وأنا متزوج وعندي جهال وكلهم باسم حسين. رواني الكاميرا شو اسم الحاسبة وفرها، طلعت أنا بالحاسبة اسمي معن. بعدها دزني اجيب صورة قيد منين؟ من الوفيات ومن الولادات. رحت الوفيات اجيب صورة قيد، لا الوفيات اجيب صورة قيد ان انا عايش ميت مثل خافايه، تم مغير اسمي. رحت كان يقولوا لي انت متوفي بال 95 بعد الوفيات. بالوفيات. قلت لهم الله يرحمني، يعني انا ما ادري متوفي بال 95، لو ادري ما جيت اطلع بطاقة وطنية. رجعوني النوم كان يقولوا لي تروح تجيب لنا صحة صدور من الولادات. رحت على الولادات كانوا يقولوا لي انت اصلا ما مولود، ما لك اوليات عندنا. يعني انا مالي اي دور بالعراق، لا عندي اوليات، لا عندي مثل شو اسمه. رجعت للنفوس طلعوا لي هاي الصحيفه 57 يعني مال جدي، فلقيت اسمي موجود بهاي البطاقه بس متوفى بال 95. دزوني النوم كتاب للمحكمه ان انا ما مولود بالعراق، لازم اجيب لهم صوره صحه صدور من المحكمه. زين رجعت للنفوس قلت له اني اولياتي كلها تقرا حسين علي كاظم، وانا ميت. وانت تقول لي بالشو اسمه متوفي، وهنا بالحاسبه العامه مالتكم اسمي معن. الولادات ما موجود. العقيد يقول لي لا، يقول لي العقيد انت بتاريخ الزواج مالك اسمك متبدل، يعني املاء خط صاير واسمك متبدل. قلت له زين اذا اسمي متبدل وطالع اسمي معن، غير المفروض ابني يطلع علي معن؟ ابني 2005 6/6 2005 طالع اسمه علي حسين علي، يعني بعد العقد مال الزواج اللي هو قال لي خطأ بيه اجى اسمه باسم ابني، اسمه صحيح يعني علي حسين علي. بنتي اسمها صحيح، جنسيتي صادرة من بابل، جنسية عراقية، اضافة الى بطاقة السكن عراقية، اضافة الى جنسية 2000 شهادة جنسية العفو 2018 مطلعها، انت متوفي بال 95. وانا متوفى بال 95. وللعلم الجنسيه مالتي 2011 مطلعها انا بال 2011 من بابل. انا شنو؟ مستمسكاتي كلها تقول انا متوفي وما مولود، يعني اصلا ما جاي للدنيا. انا شلون متوفي وشلون ما جاي للدنيا وشلون اولياتي طلعا من بابل؟ زين بطاقه موحده ما يقبلون يطلعوا لي، وابني بقبلها بطاقه موحده عمره 18 سنه بالجنسيه مالته طفل وصادره من بابل. لا اني ولا جهالي عندهم موحده، وانا متوفى بال 95 وبالولادات ما مولود انا بالعراق، ما موجود نهائيا. يعني بس انت عايش ميت. انا ما ادري والله، هو ما مولود اصلا، يعني لا عايش ولا ميت، اصلا ما مولود انا. وبال 95 متوفى، زين اذا انا ما مولود شلون متت؟ واذا انا ميت شلون طلعت لي الجنسيه بال 2011؟ وشلون طلعوا لي شهاده جنسيه بال 2018؟ انت متوفي بال 95. والصحيفه هنا تقول موجود شهادة وفاة. هاي 57، هاي الصحيفه العامه 57 يقول لي متوفى بها بال 95. زين اعطوني حل خلنا اشوف حل واروح الواحد حتى يمشي لي اموري. انا البارحه ذاب 100 واليوم ذاب 65 وقبل يومين ذبيت 90. زين انا على شنو مثل هاي الخسائر مالتي كليتها من وراي املاء خطي؟ اتحمل المسؤوليه وعائلتي كليتها تبقى بلا جناس وانا ابقى بلا جنسيه موحده، وكل سنه ينقلوني من دائره لدائره، وابو تاكسي منا ياخذ منا 5000. يعني ماكو اي ربط بالحكي هذا، اي ربط ماكو. كل مستمسكاتي اصوليه. يعني الطريقه شنو الثانيه؟ مثل وين اروح؟ اعطوني مكان خلنا اروح له. قابلوني بمحافظ، قابلوني بمسؤول، بوزير، برئيس وزراء. يعني انا من حقي ابدل جنسيه، انا هسه اريد جنسيه. بس انت بالسجلات الحكوميه متوفي بالحكوميه وما مولود ذنب الحكوميه، يعني باثنيناتهم ما موجود انا. هنا متوفي وهنا ما مولود اصلا نهائيا. يعني الحمد لله والشكر، رحم الله والديكم. ونتمنى ان يوصل صوتنا المسؤول والناشد، احنا المسؤولين والناس الطيبه. يعني انا شنو ذنبي؟ يعني والله العظيم حتى مصرف ما عندي، اذا اجيب راتبي من هنا واوزع كله تاكسيات وخسائر كراوي على مود البطاقه، وابن عمره 18 سنه بالسيطره باكر ذاك شو ما يطلع ده اسوي له بطاقه.